عثمان بن جلون رجل اعمال مغربي، هو اغنى شخص في المغرب، كيحتل المرتبه 13 في سلم اغنياء افريقيا. هو المالك والمدير العام ديال البنك المغربي للتجاره الخارجيه، وكيتعتبر انه اكبر بنك في المغرب، وعنده فروع في 20 دوله في افريقيا من بينهم كينيا والسنغال والكونغو. وهو ايضا صاحب شركه فينانسكوم اللي هي المساهم الرئيسي في شركه التامين الوطنيه، وكذلك كانت عنده بعض الاسهم في شركه ميديتيل سابقا. وكتقدر ثروه عثمان بن جلون ب 1.98 مليار دولار. عزيز أخنوش ابن مدينة تفراوت، واللي ورث على باه ثروة مالية كبيرة قدر يستغلها ويطورها ويرجع بذلك من أغنى رجال المغرب. هو رجل أعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري، صاحب مجموعة أكوا واللي الأرباح ديالها كتقدر بملايير الدولارات، ومهتم بمجال الغاز والمواد الكيميائية والنفط والشركات التابعة لها بحال المغرب أكسجين وأفريقيا غاز. وعنده كذلك استثمارات في الفنادق وتطوير العقارات. كتقدر الثروة ديال عزيز أخنوش ب 1.45 مليار دولار. أنس الصفريوي هو إمبراطور العقارات بالمغرب، هو زعيم مجموعة الضحى اللي استفادت على المدى الطويل من الحصول على عقود الحكومة لتطوير مشاريع الإسكان منخفضة التكلفة في جميع أنحاء المغرب. قيمة الثروة ديال أنس الصفريوي تقريبا هي 1.1 مليار دولار. ابراهيم الزنيبر فلاح مغربي ورجل اعمال وصانع الخمور، وبارع في صناعه النبيذ، وعنده سيلي مكناس وهي الرائده عالميا في انتاج النبيذ في المغرب. ابراهيم الزنيبر هو ايضا مؤسس ديانا القابضه، وشركته قدرت تسيطر على ما يقارب 85% من الحصه الاجماليه للمستهلكين في سوق الخمور في المغرب، بحيث كتنتج 28 مليون زجاجه نبيذ كل عام، وكتقدر الثروه ديالو بحوالي مليار دولار. محمد بن صالح هو رجل اعمال مغربي ورئيس مجموعه اولماركوم من بين الشركات العائليه القابضه اللي اسسها الوالد ديالو الراحل عبد القادر بن صالح. وعند الشركه العائليه اللي كيسيرها بالتساوي مع 3 من خواتاته منهم مريم بن صالح، عندهم حصص في اول شركه ديال التامين المغربيه اللي هي اتلانتا، وشركه الطيران والماس للمياه. كتقدر الثروه ديال محمد بن صالح ب 800 مليون دولار. مولاي حفيظ العالمي هو سياسي ورجل اعمال مغربي، وهو صاحب ورئيس مجموعه سهام، وشغل منصب وزير التجاره والصناعه والتكنولوجيات الحديثه. هو ايضا مستثمر في سينيا السعاده، وهي شركه التامين الرئيسيه. كتقدر ثروه مولاي حفيظ العالمي ب 620 مليون دولار. علي وكريم هو رجل اعمال مغربي، وعنده جزء ضمن مجموعه اكوا مع الملياردير عزيز اخنوش. الوالد ديالو دار عقد شراكه مع والد عزيز اخنوش لانشاء افريقيا غاز عام 1959، وهو الرئيس الحالي للنفط والغاز السائل الموزع اللي سجلت عائدات بقيمه 400 مليون دولار في 2014. وهو ايضا نائب رئيس مجموعه اكوا الشركه المصنعه للمواد الكيميائيه والشركه القابضه القويه بشركه المغرب اكسجين وافريقيا غاز. كتقدر ثروه علي وكريم الصافيه ب 600 مليون دولار. سعيد العلج مالك ورئيس صنم القابضه الصناعيه، وهي شركه استثماريه في المغرب كتنشط في مجال التمويل والصناعه الغذائيه والفنادق والتوزيع. اسس صنم القابضه في 1986، واللي عندها حصه كتقدر ب 80% في مجموعه فيسير انيمي اللي كتعد اكبر شركه للمواد الغذائيه في المغرب. سعيد العلج كيملك ثروه كتقدر ب 590 مليون دولار.